السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن شبهة ناس كتير أوي بتسألها. ليه ربنا خلق إبليس ما هو عارف إنه هيغوي الناس ويضلهم ويدخلهم النار؟ ده سؤال كبير. بس أهم حاجة وأول حاجة لازم نفهمها، ربنا لما خلق الدنيا مش علشان نعيش فيها ونتبسط ونرتاح. الدنيا كلها اختبار، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني احنا هنا في قاعة امتحان. الاختبار ما ينفعش يكون سهل كده وخلاص، لازم يكون في عوائق، في شهوات وفي نفس وفي ابليس. ابليس دوره في الحياه انه يمتحنك فقط، زي ما الاستاذ كده بيحط سؤال صعب في الامتحان مش علشان يعقدك، علشان بس يفرق بين اللي ذاكر وبين اللي نام. ربنا سبحانه وتعالى قال: انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. ومن ضمن الزينه دي ابليس، ومش ابليس بس، والدنيا والشهوات وكل الحاجات اللي بتجذب الانسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. بس خد بالك ان ابليس ملوش سلطان على اللي ماشي في طريق ربنا. الله سبحانه وتعالى قالها صريحة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني لو أنت عبد لله، إبليس ما يقدرش عليك. إبليس مش بيجبرك، هو بيذهلك الشهوات، بيقول لك تعالى. لو مشيت وراه يبقى أنت اللي اخترت. وده اللي هو قاله في سورة إبراهيم. يوم القيامة لما الناس هتلومه هيقول لهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما غصبتكوش، أنتوا اللي مشيتوا ورايا. طيب حد ممكن يسأل برضه يقول لي: طب ما ربنا ممكن يدخلنا كلنا كده الجنة، يعني هو ليه الابتلاء؟ اقول لك لو ده حصل يبقى فين العدل؟ فين العبد اللي جاهد نفسه على المعاصي والشهوات، وفين اللي عاش شهواته؟ ما ينفعش الاتنين يتساووا. ربنا سبحانه وتعالى قال: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ابليس مش المشكلة، المشكلة انك تسيب نفسك ليه وما تلجاش لربنا. ربنا خلق لك عقل، ونزل لك وحي، وبعت لك نبي، وساب لك انت حرية الاختيار. سبحانه وتعالى قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طول ما انت مع ربنا إبليس ضعيف، ولو غلطت الباب مفتوح دايما. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. بس خليك فاكر إن إبليس مش سبب في دخول الناس النار. السبب الحقيقي إنهم مشوا وراه بإرادتهم.